بانوراما بورسعيد 56 من سماء المدينة الباسلة في يوم عيد النصر، عيد بورسعيد القومي. هنقول لها بورسعيد يا بلدي، أحلى البلاد يا بلدي. كل عام وانتي في صحاء ورخاء وتقدم، آه وخير وأمن وأمان وسلم وسلام. اللي احنا شايفينه ده ذكريات وتاريخ، في حاجات منه لسه موجودة ومكملة وعايشة معانا، وفي حاجات توارت في صفحات التاريخ. هنشوف حي الشرق، حي الفرنجي، حي العرب، وهنشوف حي المناخ لأن هما دول أحياء اللي كانوا موجودين. دي الكاتدرائية كده. احنا في صلاح سالم و23 يوليو. معلش يا جماعة احنا في الطيارة يعني، اللي انا هقدر اشوفه واقول عليه هشوفه واقول عليه، واللي مش هقدر اشوفه كفاية ان انتوا شايفينه. آه احنا كده قربنا للشط للبحر. البانوراما رائعة هنا. اللي اتضرب في 56 ده طور في صفحات التاريخ. الشاليهات الخشب دي ما عادتش موجودة. آه، الكنال وشارع فرانسوا جوزيف، وبعض السفن اللي كانت تعوق الملاحة في الكنال. ده النايف هاوس أو بيت البحرية الهولندية، اللي اشتريته بريطانيا وضربته في 56 علشان مصر ما تاخدوش. ده الحوض ما قبل مبنى الهيئة دي، هيئة قناة السويس. هنشوف بعدها حوض إسماعيل اللي كان في آه، قناة الإيفل اللي بناها المهندس إيفل، اللي بنى البرج بتاع برج إيفل. ده فنار، أول فنار خرساني في العالم، وده لسه موجود الحمد لله. آم، الكنال الداخلي ما عادش موجود. حي الجنوب لسه موجود الحمد لله. الخضرة موجودة. احنا شفنا بس اللي عدى وانا ما لحقتش اعلق عليه. فندق الكريستال بالاس اللي اتضرب في 56. هنا بيرجع تاني. هنشوف الكنال الداخلي اهو تاني. آم، هنشوف بعض الكنائس لان المساحات بتاعتها كبيرة، فمش سهل ان احنا نتعرف عليها. بس شوفوا التنظيم المعماري، التخطيط بتاع المدينة نفسها، يعني الشوارع كلها عرضية من أول البلد لآخرها. أكبر الشوارع كان شارع التلاتيني لأن كان عرضه 30 متر، بيوصل للميدان الرئيسي اللي هو ميدان المنشية، كان ده لسبس سابقا. كده أقدر أقول لكم إيه، كل سنة وأنتم طيبين. خلص الكلام.